بشكتاش التركي. وسام العرش درجة ضابط. تكريم ملكي لعميد الفريق الوطني غانم السايس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال التي جمعت الفريق الوطني. السيد ياسين بونو محترف بنادي FC سيفيل الإسباني. وسام العرش درجة ضابط. حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات. أرقام قياسية عديدة دخلت سجل مفاخر النخبة الوطنية. السيد أشرف حكيمي محترف بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أشرف حكيمي وسام العرش درجة ضابط. أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له 1000 حساب وجدار منيع انكسرت أمامه كرات الخصم تباعا. وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه الله نصره الله. السيد ناصر المزراوي محترف بنادي بايرن ميونخ الألماني. وسام العرش درجة ضابط. نصير مزراوي ذراع آخر من أذرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا لاعبي قطر سيمفونية مجد كرة القدم المغربية. السيد سفيان أمرابط محترف بنادي فيورنتينا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وسط الميدان سفيان مرابط وواسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالقوية كان حاضرا بقوة في المقابلات ال7 لأسود الأطلس. السيد نايف أقرد محترف بنادي ويست هام الإنجليزي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. المدافع نايف أقرد هو ورفاقه من أجل الوطن هانت الإصابات وحشدت الهمم فرفع العلم الوطني عاليا تهون في سبيله كل محترف بنادي تشيلسي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. حكيم زياش ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. عز الدين ناحية الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. السيد عبد الرزاق حمد الله محترف بنادي اتحاد جدة السعودي. كل هذاك عبد الرزاق حمد الله إسهام في صنع لحظات مونديال 2022. السيد أنس زروري محترف بنادي برلي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. أنس زروري سواعد قوية واعدة لمنتخب قوي متماسك حقق